تزوج رجل من امرأة زواجا سرا بعدما ضلت طريقها ودخلت قرية اشتهر أهلها بالكذب وشهادة الزور، وكان الزواج شرعيا على يد شيخ وبحضور شاهدين. وبعد فترة دب الخلاف بين الزوجين، فطردها الزوج وسلبها حقوقها، فذهبت المرأة إلى القاضي تشكو ما أصابها. سألها القاضي: ما شكواك يا امرأة؟ قالت المرأة: تزوجني رجل زواجا شرعيا على يد شيخ، ويشهد على ذلك فلان وفلان، ثم طردني وسلبني حقوقي. فأمر القاضي بإحضار الرجل والشاهدين، ثم سأل القاضي الرجل قائلا: هل تعرف هذه المرأة؟ إنها تزعم أنك تزوجتها. فأنكر الرجل قائلا: لا أعرفها ولم أتزوجها قط. ثم سأل القاضي الشاهدين إن كانا قد شهدا على هذا الزواج، وهل يعرفان هذه المرأة؟ فأنكرا صلتهما بها، وأكدا أنهما لا يعرفانها أصلا. تأمل القاضي وجوههم مليا، ثم التفت إلى المرأة وسألها: هل لدى هذا الرجل كلاب في بيته؟ فأجابت: نعم سيدي. فقال القاضي: هل تقبلين أن تكون شهادة الكلاب فصلا في قضيتك؟ فقالت بثبات: نعم أقبل. فأمر القاضي الحرس قائلا: خذوها إلى الدار، فإن نبحت الكلاب عليها فهي كاذبة، وإن رحبت بها فهي صاحبة الحق. وبدا الرجل يتمتم، وارتجف الشاهدان واصفر لونهما. أخذ الحرس المرأة إلى الدار، ثم عادوا وقالوا: سيدي القاضي، إن الكلاب رحبت بها. نظر القاضي إلى الرجل وقال: لقد ثبت الحق. ثم أصدر حكمه قائلا: يجلد الشاهدان لشهادتهما الزور، ويعاقب الرجل لإنكاره الزواج وكذبه أمام القضاء، ويلزم بإرجاع زوجته إلى عصمته أو تطليقها طلاقا شرعيا ودفع جميع حقوقها. ثم ختم القاضي حكمه بحسرة قائلا: بئس القرية التي تكون كلابها أصدق من أهلها.